السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي قناة مكرة وفرجة. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو جديد. اكيد غتكونوا عييتوا وكاع الافكار اللي كان عندكم في بالكم فهي تقادوا تبارك الله التحضيرات الرمضانية. عييتوا ما تفكروش ما تديروا، بغيتو شي حاجه سهله، اجيو معايا، جيبوا ورقه وستيلو وقيدوا المكونات اللي غتحتاجوا. وصفه سهله وكتخرج واحد الكميه وفيره وغتعجب الصغار والكبار. اهم حاجه ما غاديش تاخذ منكم الوقت ولا الجهد، وغتخليكم انكم تبقاو بقوتكم باش تمشيو للجامع وتصليو وتقوموا الليل وتكونوا بكامل قواكم ان شاء الله. خليكم معايا باش تعرفوا تفاصيل هذه الوصفه. عجين كنحتاجو نصف كيلو من الدقيق الابيض، معلقه ديال الخميره مع معلقه ديال السكر سنيده، ضفنا لهم شويه ديال الماء دافي وخليتهم كيتفاعلوا على جنب. من بعد ملي تفاعلوا فانا دابا ضفتهم في الكسريه. عندي انا 2 معالق ديال الياغورت مسوس طبيعي، كان كذلك واحد رشه ملح، وطبعا غنحتاجو زيت الزيتون والماء الدافي باش غنجمعوا المكونات ديالنا. العجين ديالنا كندلكوها، ضفنا ليها الماء، الا شفتها محتاجه مازال الماء ضيفوه عليها. المهم اهم حاجه هو انها تدلك مزيان باش دغيا تعطينا الطعم وتخمر دغيا. دلكناها مزيان نتوما شوف كتتجبد معنا. غنخليوها تخمر على خاطرها ونتلاقاو ان شاء الله باش نوجدوا الحشوات. العجينه ديالنا راه خمرات وتضاعف الحجم ديالها. انا غنخرجها من البلاستيك ونقسمها على 2 اجزاء وغنسرحها فوق سطح العامل. غنقطعها بالقطاعه نتاع البيتزا، القطاعات المدورين، ونتلاقى معكم منين ندير. ما بغيتش ندير الفيديو طويل عليكم، داكشي نسرحها ونقطعها وديك الساعات نوريكم الطريقه نتاع الشكل اللي غادي نصاوب. بالنسبه للحشوات فانا غنقترح لكم 2 حشوات. الحشوه الاولى هي تقريبا واحد الكميه، واحد الكاس ديال الفرماج محكوك. غادي نستعمل واحد 2 معلقات من هذا الجبن ولا اي جبن متوفر لكم. ممكن كذلك نضيفوا الجبن اللي كيكون منسم بالاعشاب وبالثومه، هو كيجي زوين بزاف. غنحتاجوا البيضه سكايسيرين، غنحتاجوا شويه ديال الزعتره، ونحتاجوا شويه نتاع هذا الشابوتري الا كانت عندكم. انا غير كاينه في الدار وقلت نستعملها. غنخلط المكونات كلهم هنا. غادي ندير الفرماج محكوك، زقاو البنات صافي. الشابوتري ما بقى فيها والو، كلاوها البنات. معلي ما نجي نصور تيكونوا كلاوها. انا ضفت لها البيض و2 معالق ديال الجبن وهي ولات واجده. غنستعملها ان شاء الله. شويه من لافارس ديال الفرماج اللي صوبت معكم غنحطوها هنا في الوسط. مثلا قلت هاد القناة نقص شويه. دابا غادي ندير شويه الماء هنا في الجوانب باش ما تحلش لينا، بيكونوا كنطيبوا في هاد المعجنات ديالنا. دابا نجيبها هكا برافو. دابا غناخدو بحال هكذا، نشدو من هنا وهنا. غادي نديرو ليها هكا، نحاولو نشكلوها بحال المثلثات. فوالا، واللي شكلتها سديتها مزيان غناخدها. نتوما شفتوا كي تجي، غنحطوهم في اللاطه. هاد لي شويه نجيبو شويه لافارس عاوتاني هنا في الوسط، عاوتاني نديرو الماء. شتو كيفاش ديرو الزيت بحال طاطا. شتو عيط لي اللي تجي.
المصوره ديالنا عيات. غنشكلهم كاملين بنفس الطريقه تقريبا، مع دابا بوحدي شاده الكاميرا فما قدرتش نصاوبها مزيان، داكشي علاش غنحط الكاميرا وغنشكلهم مره اخرى. الشكل الاول تقريبا هو عندي جاهز، غادي ندهنو بالصفار البيض فيه واحد شويه ديال الخل ونرش عليه شويه ديال الفرماج محكوك، وغندخلو يطيب في الفران ونبدا نوجد في الحشوه ديال الشكل الثاني. بالنسبه للحشوه الثانيه فهي عباره على واحد بصله خضاريه صغيره مشحره في زبيده بلديه، زدت عليها واحد الخيزو صغيره محكوكه رقيق، كذلك زدت عليها واحد حتى دبلينا خيزو، زدت عليه قرعه حتى هو محكوكه، قرعه صغيره كوجيت صغيره، ومن بعدها تبلتهم بزيره وزدت واحد 2 معالق من ديك الكريمه البيضاء اللي الصلصه البيضاء اللي فيتا حضرت معكم. غنخليكم الرابط ديالها في اسفل الفيديو في خانه الوصف. فهنايا خليتها تبرد لا فاخ داكشي كتشوفوها شويه ما شاده في بعضياتها. كذلك واحد الفيرميسي صغيره درتها في رقدتها في المطايب حتى تلقات راسها وقطعتها، وضفت لهم واحد شويه من صلصه الصويا وكذلك من هاد الصلصه ديال السمك، ها هي حتى هي كتجي زوينه، وكذلك ضفت لها واحد العلبه ديال التونه بالزيت ماشي الطماطم، وصافي غنشكل العجين ديالي. وبالنسبه للشكل الثاني فانا شكلته على شكل تاع لي شوسون، كان ديال الحشوه كما قطعتها مدوره، كان نرش الماء هكا في الجوانب باش تلصق ليا مزيان لان في الفران تقدر تحل حنت فيها الخميره. صافي كان نشكلهم كاملين وغندهنهم بالبيض وندير نزينهم بشويه ديال الزنجلان ولا بالبافو اللي متوفر عندكم، ونديرهم في الفران يطيبوا. وهادو هما المملحات ديالنا بعد ما خرجناهم من الفران، كيجيو لذاذ وزوينين وهشين قطنيين بريوش بطريقه زوينه، طريقه جديده رائعين صراحه، جربوهم. شكل جديد، وهذا الشكل الكلاسيكي المعتاد توا كيجي عامر ورائع. لا فارس كتجي بنينه بديك اضافه نتاع الصلصه البيضاء. جربوها وردوا عليه الخبر ان شاء الله. نتمنى انكم الفيديو تكونوا تفرجوا فيه من الاول حتى الاخر وتطبقوه وغتعجبكم ان شاء الله. جربوه ما تندموا حتى حاجه، شي حاجه سهله بسيطه تبدلوا بها تنقوا بها الطاوله الرمضانيه ديالكم.